السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هذا الفيديو هذا. اليوم جيتكم واحد الطواجين ديال الشراغي بالبطاطا والزيتون. هذا الحوت هذا كما كتشاهدوا راه كيجي لذيذ وزوين ودغيا كيوجد. اليوم على بركه الله، بسم الله نبداو. عندي هنا واحد البانيو غادي ندير فيه الثومه وغادي ندير هاد التوابل اللي باش غنطيب الحوت. عندي هنا الكمون، شويه البزار، القزبر مدقوق، قزبر يابس، عندي الملحه كما كتشاهدوا الملحه، التحميره او بابريكا. عندي هنايا التوابل ديال السمك ديال الحوت، عندي شويه ديال السكينجبير. هادشي اللي كاين هنا. غادي ندير الزيت كما كتشاهدوا، غادي نكب الزيت اللي غتشرمل ليا هاد الحوت هذا. الحوت كما كتعرفوا كيبغي شويه الزيت. درت الزيت نباتيه، غادي نزيد شويه ديال الزيت البلديه. عندي هنايا الحامض، هنا عندي الحامض كما كتشاهدوا. غادي نحيد الماء ديالو، نحيدوا العظيمات. وهاد الحامضه غادي نزوق بها، ما غاديش تضيع لينا. هنا غادي ندير المعدنوس، شويه ديال القزبر معاه هنا صافي. غادي نخلط هاد التوابل وغنشرمل الحوت. هنا انا جبت هاد الطاجين، هو اللي غادي يهز ليا هاد الحوت. طاجين شويه كبير، هاد الطاجين على هاد الطواجن هادو راه حتى هو كيطيب زوين. هنا غادي ندير فيه وريقه ديال سيدنا موسى، 3 الوريقات على هذا القياس ديال سيدنا موسى. غادي ندير فيه البطاطا، قطعتها دوائر على هكا. غادي نستف هاد البطاطا ديالي كامل هنايا. صافي كنستفها في مكان هكا، شي فراغات كندير فيهم البطاطا. صافي كندير ليها كما شاهدتوا، كندير مطيشه دواور بحال هكا. قطعت واحد 3 مطيشات كبار عفوا على هذا الحساب. غادي نستفهم فوق البطاطا. هذا الطاجين دغيا كيوجد، ما كيشدش لينا الوقت بزاف حتى الحوت دغيا كيطيب وما فيش لا خيز ولا والو، فيه غير البطاطا دغيا كطيب. بعد ما قادي الطاجين ندوزو نديرو الشرموله للحوت. كنخلطوا هاد الشرموله، انا كنعز عليا نخدم بيدي. كنخلط هاد الشرموله مزيان على هاد الحساب ديال الحوت. وقبل ما نبدا ندير في الحوت غادي نضيف واحد شويه ديال الزيتون ديال الدار، غادي نضيفو في الطاجين، كيعطي واحد اللذه زوينه لهاد الحوت هذا. ايوا ها نتوما، بسم الله. كنعمروا هاد الحوت ديالنا من هنا وكنشرملوه بحال هكا. وكنبداو نستفو. كندخلوا ليه اللقامه هنا في الكرش ديالو صافي.
الحوتات راه كبار، هادشي علاش درت هاد الطاجين كبير. الطاجين الاخر اللي عندي ديال الطين ما غاديش يهز ليا هاد الحوت. هانتوما كما كتشاهدوا صافي. المهم انا خلفتهم على هاد المهم هاد الطواجن ديالي درت ليه لقامه قاديتو على حقه وطريقه. دابا غندير ليه واحد المهم ديك التوابل اللي بقاو في البانيو اللي شرملت التشرميله اللي شاطت ليا، زدتها واحد تقريبا واحد الكاس ديال الماء. غادي نخويه غير في الجناب على هكا. فنطيب لينا هاد البطاطا ودابا غادي نشعلو عليه. صافي غنشعل عليه. غادي نزين بحويمضات على هاد الحامضه اللي حيت ليهم الماء ديالهم. هانتوما المهم هذا هو الطاجين ديالنا كيجي على هاد الشكل كما كتشاهدوا. دابا غادي نغطيه ونخليه يطيب، وبقاو معايا ما تمشوا فيه. نشوفوا الطواجين ديالنا. هانتوما كما كتشاهدوا الطاجين طاب، ما نقولش لكم شي رويحه فيه كتشهي. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الطاجين هذا وتجربوه. ايوا لاله المحمات يسمحوا لي بزاف. وهذا هو الطاجين ديالنا، ونخلوه شويه بين ما تشرب. وهاني معاكم. انا هنايا في هذه المرحله جهدت عليه شويه البوطه باش يتشرب كما كتشوفوا. بغيتها تبقى غير ديك المريقه عاقده، غير الزيت صافي. هاد الحوت كيبغي تبقى فيه غير قطره تاع الزيت. ايوا ان شاء الله انا غادي نطفي عليه ونتلاقاو. هذا هو الطويجين ديالي بعد ما طيبته طفيت عليه حطيته على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، واكيد غيعجبكم هاد الطريقه ديالتي. راه دغيا كتوجد والحوت يكون طري بحال هذا، لان حنا عندنا في اسفل الحوت كيكون ديما جديد. المهم الحوت كيكون طري. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم وبارطاجيو مع الاهل ومع الاحباب وديروا جيم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله وبالصحه والراحه.